ومن هنا من قناة عالم التكنولوجيا والمعلومات سيبدأ الكورس، والكورس المنتظر. الناس كلها منتظرة الكورس ده، الكورس اللي هتخليك تغير حياتك بشكل كامل. كورس فيديوهين وفيديو ازاي تشتغل، هو كورس الدعاية والإعلانات وازاي تصمم دعاية وإعلانات ولوجو وصورة مصغرة، وكل ده مجاني هنا على القناة. بس متنساش تشترك في القناة عشان يوصلك اللي باقي فيديوهات الكورس بإذن الله. والكورس مجاني وهيعلمك من الصفر تعمل دعاية وإعلانات. لكن متنساش تدعمني اللايك، لو أي حاجة وقفت معاك اكتبلي في الكومنتات، ومتنساش كلمة حلوة كده منك في الكومنتات. يلا بينا. كل اللي هنحتاجه في أول جزء وفي أول فيديو من الكورس هما تطبيقين. أما الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى فيه تطبيق تالت. طيب هل أنا ممكن أنزل تطبيق واحد وأعمل عليه كل الشغل، وبلاش أنزل كل التطبيقات دي؟ أنا ما عنديش مساحة على التليفون. هقولك اطلع من الفيديو، وهقولك مش هينفع، لأن أنت كده مش هتصمم إعلانات ودعاية زي اللي مطلوبة والناس عايزاها، على حسب الإعلان أو الدعوة اللي أنت عايز تعملها. مثلا في دعوة أو إعلان أو لوجو أو صورة مصغرة تستخدم فيها التطبيق ده بس، في حاجة تاني تستخدم فيها التطبيق ده بس مش هتعوز التاني، في حاجة تستخدم التطبيق التالت اللي هصوره في الفيديو التاني تستخدم التطبيقين دول، في حاجة برضو لازم تستخدم الاتنين دول، في حاجة برضو لازم تستخدم التطبيق التالت في الجزء التاني. فكل حاجة مهمة وكل تطبيق مهم في دول، وهقول لك كل تطبيق بيعمل ايه، وكل تطبيق ليه مهمة يقوم بيها، والتطبيقات كلها مهمة. فانت نزل التطبيقين دول لحد ما ينزل الجزء التاني وتنزل التطبيق التالت. طيب هل انا بعد ما انزل واعمل، هل انا ممكن اشتغل او اجيب فلوس منين؟ تعالى اقول لك حاجة بس اتكلم عنها قبل ما نبدأ الكورس. انت هتشتغل في شركات، عندك شوية اقسام شغل. تعالى القسم الاول او الحاجة الاولى، عندك شركات دعاية واعلانات كتيرة خالص من جوه مصر وبره مصر، تقدر تشتغل معاهم والمرتب يبدأ من 7000. انت مش مصدق، لكن مع نهاية الكورس اللي هما فيديوهين وفيديو ازاي تشتغل فيديو تالت واهم فيديو، هتغير وهتعرف بقيمة اللي انا بقوله ده. حاجة تانية برضو، تقدر تشتغل في مواقع زي موقع مصر اليوم، اليوم السابع، ودي التعليمي، حاجات زي كده. تقدر تشتغل في اون تايم سبورت. شفت انت قناة اون تايم سبورت؟ تشتغل في ده كله وده كله. هقول لك ازاي يا جماعة، دول بمرتبات. اما لو عايز تشتغل فردي من غير مرتبات، تقدر تصمم دعاية واعلانات، تقدر تعمل اعلان لنفسك وتنزله على الفيسبوك او الواتساب، وتقول انا بعمل دعاية واعلانات ولوجو او صورة مصغرة وبعمل مذكرات وحاجات دي كلها. فالناس هتجيلك بقى. لو انت مش عايز، خلاص انت اشتغل في شركة دعاية وشركة أو موقع، أو تصمم لنفسك، تمام، أو في جروبات واتساب فيسبوك تقدر تنزل فيها اللي أنت بتعمل والناس هتجيلك. لكن أفضل حاجة أنا بقول لك أهو، اشتغل في شركة أو اشتغل في موقع، لأن دول هما اللي هيجيبوا لك مرتب أساسي كل شهر، حتى لو أنت طالب زي كده في أولى ثانوي. تعالى أول حاجة نستخدم برنامج كانفا، اللي هتروح على جوجل بلاي وتكتب كانفا وتنزلهم. طبعا البرنامجين دول الرابط بتاعهم هتلاقيهم في الوصف، لو انت مش لاقيهم او مش عايز او مش عايز تبحث او مكسل تبحث او مش عارف تبحث عليهم، تمام. انت تدوس على الرابط يوجهك للتطبيق الاول والتطبيق التاني. كل اللي عليك هتدخل على التطبيق اهو زي ما ظهر قدام حضراتكم. انت اول مرة هتدخل على التطبيق هيقول لك السماح بس، مفيش حاجة جديدة. هيقول لك السماح، هتدوس له السماح وخلاص على كده. مش هنستخدم التطبيق ده بس يا جماعة، وركز في الكلمة دي، مش هنستخدم التطبيق ده يا جماعة. تصميمك الأخير، يعني آخر حاجة أنا مصممها، شوف الصورة المصغرة اللي أنا عاملها للفيديو ده، تمام، أهياتي يا جماعة اللي هتلاقيها في أول الفيديو، تمام. أنا عاملها على البرنامج في صورة مصغرة تاني أهو، أو في دعاية أو في لوجو وفي يعني في حاجات كتيرة عاملها أنا أهو، تمام. حاجات عظمة هياتي، ده كله هتعرفه في فيديو النهاردة. طيب البرنامج بيجيب لك مثلا منشورات انستجرام تقدر تعدل عليها، بيجيب لك اشعارات، بيجيب لك منشورات فيسبوك، بيجيب لك قصص، شهاده افقيه تعمل شهادات تقدير، بيجيب لك صوره مصغره، بيجيب لك السيره الذاتيه. برنامج اكتر من رائع، ملصقات عموديه، عروض تقديم. طبعا البرنامج فيه برو وفيه العادي، انت اشتغل من العادي لحد ما تلم فلوس وتشترك في البرو. نشرة اعلانيه عموديه، تمام، اهو في حاجات عظمه انت تقدر تعدل عليها في دعوات وصور، دعوة فرح، دعوة حاجة. طب أنا مش عايز حاجة من ده، أو مش لازم أقعد أدور في ده كله لحد ما أجيب اللي أنا عايزه. أنت بحث في محتواك أو محتوى كانفا، هتبحث في البحث ده، هتبحث مثلا أنا عايز لوجو، عايز أعمل لوجو مثلا،
هتبحث على كلمة لوجو وتعمله. طيب تعالى نبدأ بقى في الشرح، أو أنا جاي نبدأ من الصفر. تعالى بس أنا وريتك شكل البرنامج، ووريتك اللي أنت تقدر تعمل، ووريتك أي حاجة. تمام. أنا عايز مثلا إعلان، أو مش لازم لوجو، أنا عايز إعلان. واحد طلب مني أعمل له إعلان مثلا عن افتتاح مثلا ولا أي حاجة مثلا. أنا هعمل إعلان لنفسي للقناة بتاعتي مثلا. تمام. أنت تكتب إعلان لوجو أي حاجة، بص بيجيب لك حاجات عظمة، بيجيب لك. أنت تقدر تختار، يعني عندك 100 حاجة تقدر تختار منهم حاجة، في اللي هو المدفوع، في اللي ببلاش. أنت تقدر تختار البلاش أو المدفوع. أنا بس بيجيب لك إيه، حاجات نبذة كده أهو. أنا بدور معاك برضو، أو أنا عايز حاجة من معينة، أنا بدور أهو. أنا بدور أهو. هنزل لتحت، أنا كنت عايز حاجة من فوق. تمام. وليكن أنا هستخدم أول حاجة اللي هي دي. تمام. أول ما تضغط عليها هيوجهك إلى صفحة التعديل، يحفظ كما فيها تصميمك التلقائي. يا جماعة أنا هجيب لك من الصفر، إن شاء الله هنستخدم كل حاجة. طيب الفيديو الجاي أو الجزء التاني هنستخدم تعمل لوجو. أنت شفت الصفحة اللي ظهرت قدامك دي، هنستخدمها تاني. تمام. أنت لو هنا بيجيب لك علامة كانفا يا جماعة. هنا لو أنت مشترك في البرو مش هيجيب لك العلامة دي، لو أنت مش مشترك مش هيجيبها لك. لا بس لو أنت استخدمت حاجة غير اللي كانت مكتوبة اللي إيه، هيجيب لك، مش هيجيب لك العلامة. أما لو أنت استخدمت علامة واحدة مكتوبة عليها اللي إيه، هيجيبها لك بعلامة ما هي. طيب هنا تقدر، دي صورة يا جماعة. لا مش دي، اللي جوا دي صورة، اللي جوا دي صورة. تقدر تبدل الصورة دي. هتدوس استبدال، وتجيب معرض الصور، وتختار صورة خاصة بيك انت. تمام. لو مش عارف تبدل انت، اول حاجة بقى تعالى نبدأ بأول حاجة. انت هنا مثلا عايز اعمل، قلت لك اعمل دعوة لقناتي مثلا. انا هجيب مثلا، هجيب صورة معرض الصور، هجيب صورة. دقيقة لما اجيب صورة. بعد ما اخترت الصورة يا جماعة هتدوس على إضافة إلى الصفحة، بيجيب لك إضافة إلى الصفحة. طبعا لو اللوجو أو الإعلان اللي أنت ما عايزوش ما فيش الصورة دي، عادي خالص أنت تقدر تضيف صورة غير ده، بس ده يعني إيه. طيب تعالى نشرح بقى من البداية أو من الصفر في الصورة. طبعا هنا بيجيب لك 1 2 3 4، 4 دواير صغيرة بيضة اللي هي دي. بيجيب لك شرطتين، شرطة من هنا وشرطة من هنا. دي تقدر تتحكم بيها في التكبير أو تصغير من هنا. دي تقدر تتحكم بيها تكبير أو تصغير من هنا. نفس الكلام دي لو عايز أصغرها أهيتي مثلا أحطها هنا، لو عايز أكبرها من هنا. طيب إيه ده شكل القص يا جماعة. لو أنت عايز تكبر الصورة على الآخر كده، أو أنت عايز تخليها زي ما هي صغيرة كده. طب افرض أنا مش أنا عايز أحط الصورة مكان الصورة دي. أنا عايز أحطها مكان دي. هتدوس على نفس الصورة، وبعد كده هتدوس على استبدال يا جماعة، وتختار الصورة اللي أنت عايز تستبدلها بيها بالشكل ده. هو معلش يعني، وضاف لك الصورة اللي أنا استبدلتها جواها. طبعا أنت هتجيب صورة حلوة كده، مثلا صورة مثلا الإعلان اللي أنت عايز تعمله ده، تحط صورته هنا، أو تحط صورة صاحب الإعلان ده في الخانة دي. أنا بس بوريك نبذات أنت تعمل أفضل وأحسن من كده. أنا لو وريتك الإعلانات والدعوة اللي أنا عاملها دي حاجات كتير. أنا شغال في شركات دعاية، بس سبتها دلوقتي عشان الدراسة مضغوط يا جماعة، وبنزل فيديوهات وبتاع، فأنا مضغوط فسبت الشركات دي. أبقى في آخر فيديو هوريك إزاي تشتغل فيها، واشغلك زي ما انا كنت شغال. هنا لو في حاجة زي مثلا زي علامة الطيارة دي، عايز تنقلها، عايز تحطها في اي حتة بالشكل اللي انت شايفه ده، من العلامة دي. تمام. من علامة الزائد دي مثلا، حان وقت السفر دي هتضغط عليها مرتين هيظهر لك دي. هتمسح النص المكتوب، وهتكتب مثلا قناة عالم التكنولوجيا والمعلومات. طب تعالى بس دقيقة واحدة. في واحد يقول لك هو أنا بس هعمل كده وأروح أشتغل ب7000 جنيه؟ لا طبعا، مين قال كده؟ مين قال انت تعمل شوية البتاع دول وتروح تشتغل في حاجة ب7 8 آلاف، أو تشتغل في الدعوة ب30 ب40 جنيه؟ طب ما الناس كده تعمل. لا يا جماعة، انت ما تتخيلهاش بالسهولة دي. أنا لسه يا جماعة، دي أسهل حاجة اللي احنا بنعملها يا جماعة. ما تتخيلهاش بالسهولة دي. أنا لسه في الجزء التاني هوريك في حاجات أصعب من كده هتعملها، وأوريك هتدخل على 3 برامج يا جماعة لتعمل حاجة هنا، وتجيب الإعلان، هتضيف حاجات من هنا تاني. الحاجات دي مش موجودة هنا، ودي مش موجودة هنا.
حاجات هتلف يا جماعة، ده كله مش بالسهل كده. فانت متتخيلش ان الموضوع سهل اوي زي ما انت متخيل كده. هتبدأ تصغر، لو ظهر قدامك زي كده هتبدأ تصغرها وتسحب إلى شريط كده عشان يجيبها لك ايه جنب بعض كده. قناة عالم التكنولوجيا والمعلومات. تعالى بقى في لوحة التحكم اللي من تحت دي، سيبك من علامة الزائد اللي هي دي لو عايز تضيف حاجة جديدة، إغلاق ما تجيش عندها، الرابط برضو، كتابة تعليق ملهاش لازمة، دفع اللي انت تقدر تتحرك لفوق لتحت أو من تحت لفوق دي احنا بنستخدمها من فوق عادي، الوضع انت عايز إلى الخلف دي برضو بنستخدمها لفوق، بس أنا عايز أوضح لك كل حاجة. يعني انت مش هتيجي عند الخانات دي الأربع أو خمس خانات دي الشفافة. الشفافية دي يا جماعة انت تقدر تصغر النص، هل يظهر بقوة قد ايه؟ تمام، هو يظهر ب100%. تمام يا جماعة. بعد كده احنا وصلنا للشفافية، إضافة حركة، لو انت عايز النص يروح كده يجي كده، بس دي مش هينطبق غير اللي في فيديو بس. تمام. التأثيرات بقى، تأثيرات النص، في تأثيرات عندك كتير اهي، في تأثير زي دي حلوة جدا، في تأثيرات زي كده، أنا بوريك تختار التأثير اللي انت عايزها. حلوة ده، حلوة دي. تمام. تمام. حجم الخط اللي احنا برضه، حجم الخط اهو اللي احنا بنعمله من فوق، الحاجات اللي بتعملها اعملها من فوق ارض. الخط، الخط هنا تختار الخط اللي يناسبك واللي يعجبك، اختار اي خط، اي خط، اي خط واي حاجة، واي حاجة تعجبك. طبعا انت مش هتعمل الحاجة زي اللي انا بعملها بالظبط كده، لا دي الحاجة ما تسويش حاجة في لو انت قدمت لهم حاجة او اعلان زي كده هيرفضوك من اول نظرة. فانت لسه في الفيديو التاني ده ممكن كمان هجيب جزء تالت، لان احنا ادينا 14 دقيقة بس في الحاجات دي، فانت لسه ممكن هنزل فيديو تالت، فتابع كله. تمام. ما تتخيلش ان هي سهلة يا جماعة. تمام. احنا ضفنا الوقت اللي تعالى بقى لتالت حاجة، هتدوس على خانة العناصر. مالكش دعوة بالتصميم، التصميم ده يا جماعة ان تتغير الصفحة بالكامل. تعالى للعناصر، مثلا انا عايز اضيف مثلا عناصر زي كده، انت ممكن تبحث فوق مثلا، عايز تكتب رقم واحد تبحث عن مستطيل، انا مثلا وليكن انا هكتب رقم واحد، رقم واحد بس احطه. انا بوريك بس على سبيل المثال وانت هتصمم لنفسك. طيب هل انا بعد الفيديو ده هروح اصمم ولا انتظر فيديو تاني؟ لا طبعا، انت تروح تنزل البرنامج وتعمل اللي انا عملته كتدريب ليك لحد ما اخلص الكورس. تمام. بحيث اول ما انزل الفيديو بتاع الشغل يا جماعه اول ما انزل فيديو بتاع الشغل انك تروح، مش تروح تشتغل، انت مثلا تعمل مثلا تصميمات دعوة زي كده، تكتب مثلا رقمك فيها، تكتب رقمي انا فيها مثلا، لو محدش طلب منك يعني انت لو ما عملتش لحد اكتب اعمل دعوة او اكتب تصميم كده، مثلا قول تم افتتاح بداية كورس تعليمي مجاني في اسكندرية، الكورس فيه كل مواد، جميع المواد اولى ثانوي، اكتب كده، اكتب كده رقمي انا. تمام. اكتب رقمك انت، اكتب اي، ما تكتبش اي رقم يا جماعة. تمام. وبعد كده لما تروح تقدم على الشركة هتبعت لهم الإعلان ده، أو تبعت له مثلا ولن يكن 10 إعلانات أو 10 لوجات أنت بقى عاملهم، وهم هيشوفوا وهيوافقوا طبعا، لأن الشغل طبعا أنت لو مش فاضي تعمل أو مش قادر تعمل حاجات عظمة عشان تتقابل في الشركة أو الموقع، طبعا كلمني أو اكتب في الكومنتات وكلمني على الواتس، وأنا هعمل لك اللي أنت عايزه، وهعمل لك ولن يكن 20 تصميم تبعتهم وإن شاء الله هتوافق، هيتوافقوا على طول. بس أفضى بس، فأنت كلمني وإن شاء الله هبقى فاضي. تمام. هنا العناصر هتلقى فيه حاجات عظمة بمعنى الكلمة. لو جيت سحبت الواجهة اللي تحت دي كده إلى الشمال هنا تلقى حاجات كتيرة، بس احنا مش هنشرح ده كله، احنا خلينا ناخد آخر حاجة وهي النص. ده لو ضغطت على النص إضافة مربع نص، أو بيجيب لك انقر على النص اللي ضفته إلى الصفحة. يعني أنت عايز نص معين، بس استنى بس لما يحمله أهو، أهو عندك هو بيجيب لك مجموعة نصوص كتيرة أهو، النصوص دي أهو يجيب لك ده، اضغط على النص أهو زي كده، اضغط على النص اللي أنت عايزه أهو، هو ضغط كذا مرة جاب كذا نص، اضغط على النص يا جماعة أهو، واضغط عليه مرة تانية وابدأ امسح اللي مكتوب واكتب أنت اللي عايز تعمله. تمام. اكتب أنت اللي عايز تعمله. طيب كده وصلنا لنهاية الفيديو عشان الفيديو طول. تمام. أما الجزء التاني يا جماعة
هو هنستخدم البرنامج التالت وهنبدأ نصمم إعلانات ولوجو من الشركات اللي بتطلبها والناس بتطلبها يا جماعة. وهيبقى في فيديو تاني هعمله ازاي تعمل مذكرات PDF كمان لو مدرسين طلبت منك تعمل لهم مذكرات ازاي تعملها وبكل سهولة. طبعا أنا صممت أي حاجة، طبعا أنت لو عملت حاجة زي كده مش هيقبلوك بس هيتوفوا عليك، بس أنا بوريك على الاستخدام، بوريك الحاجات المقترحة. لازم تشاهد الجزء التاني، وأهم حاجة لازم تشاهد الفيديو التالت من الكورس اللي هو بتاع ازاي تشتغل. والجزء التاني هنبتدي نصمم إعلانات وحاجات. أنت ادخل اكتب لي في الكومنتات عايز تصمم إعلان عن حاجة، أو أي حد عايز يصمم إعلان يستغل، بدل ما احنا نعمل أي إعلان وخلاص. أنت استغل الفرصة دي وحد يستغل، شوف حد عايز إعلان ويخدمه ويكتبه لي في الكومنتات أو كلمني على تطبيق الواتساب. تمام. هعمل لك نعمل الإعلان ده في الفيديو بالمرة. الناس اللي بتشاهد الفيديو لو عجبها الحاجة اللي بيعملها هو، إن شاء الله يعني تشرفه وتاخد منه وتشتري منه أو تعمل أي حاجة عنه. تمام. فاحنا نستغل الفرصة دي يا جماعة، وبدال ما احنا هنعمل فيديو على كده استغل الفرصة دي، اكتب لي في الكومنتات أو كلمني على الواتس، وأنا الإعلان اللي هعمله احنا هنعمل كذا إعلان وكذا لوجو وكذا دعوة على 3 تطبيقات، وهوريك ال3 تطبيقات هنستخدمهم. تمام. أنا كنت عايز أستخدم التطبيق التاني اللي هو PicsArt بس الفيديو طول معانا، فهخليه إلى الجزء التاني، هو التطبيق التاني، ونبتدي نصمم. وفي آخر الفيديو متنساش لايك الفيديو دعم لينا، واكتب لي كومنت حلو في الكومنتات لو عايز أي حاجة أو وقفت قدامك أي حاجة اكتب في الكومنتات، واكتب كومنت حلو كده عشان ننزل الجزء التاني بسرعة. متنساش تشترك في القناة وتحط اللايك عشان ننزل فيديو تاني في أسرع وقت. سلام عليكم.